جبت علبه تونه بقى عشان اعمل ريجيم وبتاع، فلقيت كده واحد بيقول لي ازاي اشتري رماله للبيت وكده. قلت له بس انت تيجي يا معلم، عيب اما تبقى متابع فوده وتقول اشتري، لان احنا نعمل رماله. تعالى كده، جبت علبه التونه وغسلتها كويس ببريل، وبعدك بقى جبت منديل وبدات امسحها كويس كالعاده، يعني ان انا لازم امسحها كويس عشان الزيوت اللي فيه والكلام ده. ده حاجه طبعا اي حد كان هيعملها، انا مش لازم ان انا اقول لكم عليها. وعامه الموضوع ده كله مش اختراع اصلا، وفي ناس كتير عملته، بس قشطه عادي يعني، اعتبروه اختراع فوده يعني. وهنبدا بقى نشيل اللزق من عليه، علشان طبعا لما نحطها على النار ما اللزق بتاع اللزق ده ما يولعش بقى ويبهدل لك المطبخ ويبهدل لك الدنيا. اهم حاجه شيله كويس طبعا. وهتبدا بقى ايه يا معلم، هتروح عند اي مولح محترم كده، بعد هتمسحها كويس بقى وتنضفها كده وتهيئها وتروق عليها كده وتوصف التنظيف بتاعها شويه. هتروح عند اي موان وهتجيب بقى رمل، بس اهم حاجه تجيبه من عند الموان وما تسترخصش يا زميلي. ال 2 3 جنيه اللي هتدفعهم، علشان لو ريحته وحشه هيقلب لك ريحه الدنيا. فانت تجيب رمل نضيف كده وتبدا تنخله برضك، عشان الزلط والكلام ده فجاه ما عايزين عينك صدقني. عشان كده انا بقول لك انخله كويس، عشان عايزين عينك، لان لو في زلطه ولا حاجه هتزعلك، هتزعل يا صاحبي، فانا خايف عليك. تمام. وبصراحه الواحد مستغرب يعني، بعد ما نخلت بقى نخله كويس طبعا ونضفه كويس، الواحد بقى مستغرب بصراحه، يعني ازاي الناس اللي بتحب القهوه والبن والكلام ده مش متابعاني بصراحه. يعني لو شفت الفيديو ده مثلا اول مره، فخش يا معلم خد لك لفه كده، شوف لك خلطه حلوه اعملها، روق على حالك يعني. عيب اما تكون بتحب القهوه ومش متابع فوده يعني. احنا ملوكها على فكره، ومش عشان ترندات ولا الكلام ده، لا احنا بنفيد الناس لله. وهتبدا بقى تنضف الرمل كده كويس وهتظبط الدنيا وخلاص. بقى اول ما تنضف الرمل هتبدا تنزل بيه على النار يعني. بص، اول ما تنزل بيه على النار هتلاقي الرمل بدا ياخد وش كده زي الرماله، زي ما بتعمل في الرماله العاديه. هنا بقى كنت جبت الكنكه واكتشفت بقى وانا في البيت، لان انا بصراحه نضيف في البيت يعني، انا بخش البيت كل سنه مره الكلام ده. فاكتشفت ان باب النجار مخلع وما لقيتش كنكه اعمل فيها، والكنكه كانت بتقع ومزولاني وبتاع. فلقيت امي داخله قالت انت محتاس كده ليه؟ قلت لها بقول لك ايه، تعالي امسكي. فبدات بقى تصور ايدي بقى يعني، انا دلوقتي بتصور ايدي. فدي خلطه 61 دقيقه كانت جوتومالي على برازيلي بيو. فبصراحه كانت خلطه جامده جدا جدا، كنت بعمل على تيست كده. فلقيت امي بقى بتصور ايدي يعني، نسيت طبعا ان انا بصور في الكنكه. فقلت لها بقى ان انا بقدم محتوى قهوه وبتاع وبفيد الناس ومش عارف ايه. فقالت لي الله يحبب في خلق. ودي كانت واحده من الدعاوي الجامده جدا، ومن اكتر الدعاوي اللي امي بتدعيها لي، ربنا يحبب فيك الناس، لان من حب خلقه حب ربنا. فدي بصراحه واحده من الدعاوي اللي امي دايما بتدعيها لي، والواحد يعني الحمد لله ربنا يحبب في الناس. وبدات بقى اصورك كده بقى، وبعدها قلت لها بس هات الموبايل كده بقى واطلع بره ماشي. وبدات ان انا اقلب القهوه علشان احطها على الرماله. هتاخد وقت كتير، ولازم تسيب الرماله تسخن شويه علشان توصل مثلا لدرجه حراره 100 150 قبل ما تحط الكنكه عليها، عشان بصراحه هتطول قوي معاك وممكن تقعد اكتر من ربع ساعه. وهنا بدات انزلها على الرماله بقى، وبقى اخدت وقت حوالي 10 دقائق تقريبا، لان كنت مسخن الرماله من قبلها وانا سايبها تغلي، لان انا كنت لسه صاحي من النوم. كنا الساعه حوالي 9 الصبح، وكان بطني بصراحه لو شربت قهوه بوش بطني هتتقلب واليوم هيعكنن معايا. فحبيت ان انا اعملها مغليه، بالذات ان هو برازيلي وجوتومالي انا بحبهم بصراحه يكونوا من غير وش خالص، عشان احس بالطعم والتيست بتاع البرازيلي. وبحس طعم الجوتومالي ده الكريم بتاعته كده والمزازه بتاعته بحبها بصراحه. فبحس ان انا عشان اخدها صح لازم اشربها مغليه. تمام. فبدات ان انا بقى اغليها وسبتها براحتها. انت المفروض اصلا قبل المرحله دي تبدا تفرغ على الاقل نص الفنجان، وبعدك تنزلها تاني وتفرغ النص التاني علشان تعمل وش معاك كويس وتعمل قوام كويس. انا هنا كنت سايبها تغلي براحتها لدرجه ان انا سبتها في الاخر انها تفور خالص، يعتبر تفور اصلا دلوقتي. وهبدا انزلها وشها لحد ما يطلع كريمي شويه. تمام. فطبعا لو انت بقى لو انت حابب انت تطلع وش، دي حتتك انت، كل واحد حر طبعا في قهوته. بالذات القهوه بتاع الصبح ديت ما انصحكش تشربها بوش عشان ما تقلبلكش معدتك. بدات بقى انزلها في الميه، وده حركه معتاده لاي حد عنده رمال، علشان الرمل يبقى شابك في قلب الكنكه وممكن يقع في قلب الكوبايه ويبوظ لك فنجان قهوه. هتلاقي ان الرمل حتى فضل في قلب بتاعه. ومسحتها مسحه بسيطه كده ونزلت الوش بتاعها. بصراحه طلع فنجان قهوه مستوي جدا جدا جدا، فنجان قهوه لذيذ لطيف، حاجه ممكن اقدر ابتدي بها يومي. ولو انت بقى يا صاحبي عايز اي حاجه قول لي في الكومنتات تحت وانا تحت امرك، وما تقلقش وما تنساش تتابعني وتعمل لك سبلو.